بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة إلى العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إذ يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، في ظل الجراح والآلام والخطوب الجسام التي تمر بها أمتنا، تطل علينا ذكرى عظيمة يهتز لها الكون كله بهجة وإجلالا. إنها ذكرى مولد سيد الأنبياء والمرسلين وفخر الكائنات أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله وابن آمنة بن وهب، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. ففي ظل هذه الذكرى العظيمة يفرح القلب بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما حمل للبشرية وللعوالم كلها من الخير والهداية والسعادة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، عندما نحتفل بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فإننا نحتفل بذكرى الهداية بعد الضلال، والصلاح بعد الفساد، والعلم بعد الجهل، والعدل بعد الظلم، والحق بعد الباطل، وبالأمن والاستقرار بعد الخوف والضياع، وبالقوة والوحدة بعد الضعف والتفرق، وبالألفة والمحبة بعد التباغض والنزاع، وبالتقدم والازدهار بعد التخلف والانهيار. فلقد كانت حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخالدة تجسيدا حيا لهذه العناوين العظيمة كلها. فهو رسول النور والهداية الذي قال فيه ربنا رب العالمين: يا أيها النبي
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال فيه أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو رسول الرحمة والسلام الذي قال فيه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال فيه أيضا: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هو رسول الله، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول فيه عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو رسول الوحدة والألفة والمحبة مصداقا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة المؤمنون، لم تشهد الحياة في تاريخها كله رسولا جمع الله عز وجل في ذاته خلاصة الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية وأنوار الهداية والإيمان مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فهو تربية الله رب العالمين الذي زكى عقله، فقال عز من قائل: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعه فقال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى جليسه فقال سبحانه: علمه شديد القوى. وزكى فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه كله فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثمرة في خير شجرة نبتت على وجه الأرض، فسيرته خير سيرة وعطرته خير عطرة وشجرته خير شجرة نبتت في الحرم ونشأت في كرم. وكفى به شهادة من قبل العلي العظيم بمدحه ووصفه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأودع الله عز وجل في ذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات الزكيات والخصال الطاهرات والعاليات والمعاني والأسرار واللطائف والأنوار ما أهله لمنصب خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وخير الخلق أجمعين وحبيب رب العالمين. وكلنا يتذكر يوم الطائف حين أدوه صلى الله عليه وسلم، ولما هبط عليه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال واستأذنه بأن يطبق عليهم على أهل الطائف الأخشبين، فما كان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لا يا أخي يا جبريل، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فقابل صلى الله عليه وسلم الإساءة بالإحسان وإيذاء الناس له بالعفو والصفح
والرحمة. فقال جبريل عليه السلام: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، مصداقا لقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسورة أخرى يوم أحد عندما أصابته الجراح وهم المشركون بقتله حتى شاع بين أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولما شعروا أنه حي يرزق قالوا: يا رسول الله ادعو عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. ثم قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم ولم يدع عليهم ولم يتخل عنهم، فقال: قومي، واعتذر عنهم من الله سبحانه فقال: إنهم لا يعلمون. سورة أخرى وهو يرد على قريش حين ساومته في دينه وترك دعوته وعرضت المال والملك والجاه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أيها الإخوة المؤمنون، إنها الرحمة التي بعث بها الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، التي أثمرت هداية الناس إلى دين الله القويم إلى يوم الدين. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أني لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحينما مدحتك اقتدت السحابة. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. Chers frères croyants, chaque année hijri, les musulmans partout et dans tout le monde célèbrent l'anniversaire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était né le 12 du mois de Rabi' Ier à Mecque, Am al-Fil. C'est une occasion pour nous tous, les musulmans, pour parler à nos enfants, de notre entourage, sur l'histoire de notre prophète, et de faire une conférence sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, et de faire un séminaire sur sa vie et ce qui a réalisé à notre Ummah après avoir notre lycée au sommet dans tous les domaines. فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واجنبنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته.